ويا أهلًا وسهلًا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير ومن كل قلبي أتمنى تشوفون الفيديو وأنتم بألف صحة وعافية، ما راح أطول عليكم كلام من كثر ما إني شفت كوكيز الزنجبيل في كل مكان فقررت أسويه معاكم، لكن بطريقة شوي مختلفة وبدون وقفة طويلة وبدون تقطيع وبدون أشياء، وراح أسويه بطريقة مرة سهلة ومرة لذيذة، فخليكم معانا الفيديو مرة حلو وسهل مرة، عندي نص كوب من الزبدة مقطعتها تكون بحارة الغرفة، عندي ثلث كوب من السكر البني، وعندي ربع كوب من دبس دبس السكر أو ممكن دبس التمر أو ممكن عسل، المتوفر عندكم استخدموه، وكمان عندنا البهارات راح أكتبها لكم اللي هي القرفة والزنجبيل والقرنفل، وكمان عندنا تقريبًا ما أدري والله هو ثلث أو نص كوب من السكر تقدرون تستغنون عنه لو حبيتوا إنه يكون سكر يعني متوازن. بس هي بالعادة يعني النوع هذا من الكوكيز يكون فيه شوية سكر عالي، المهم حبة بيضة كاملة، عندنا ملعقة صغيرة من الفانيليا، عندنا ملعقتين صغيرة من البيكنج صودا، وكمان كوبين من الدقيق، مرة مهم الكيك والكوكيز والبسكويت والأشياء هذي يستخدم فيها دقيق مخصص للكيك لأنه تكون يعطينا نتيجة مرة ممتازة ومضبوطة، أفضل من الدقيق المخصص لجميع الاستخدامات أو أفضل من الدقيق المستخدم للمعجنات، ما راح يعطينا نفس النتيجة، فمرة مهم إنه الكيك والبسكوت والأشياء هذي لها دقيق مخصص نستخدمه لها قد ما نقدر. الحين بس قاعدة أخلطها إلين تتكون معاي أو تخلط معاي مكونات مرة كويس وأوقف على طول، راح أقشط كمان الحواف، طبعًا أنا لاحظت الخليط شوي قاسي فراح أضيف شوية بيض أو ممكن شوية حليب، بس ما نحط كمية كبيرة، تقريبًا ملعقة كبيرة وراح أخلطه وأشوف إذا يحتاج أو لا، نوصل نفس القوام هذا في الفيديو خلاص صارت معنا جاهزة. زي ما أنتم شايفين طرية مرة، لكن ما تنزل من المضرب تبع العجانة، شوف كيف تلصق في الspatula لكن ما تكون سايلة، فهمتوا علي؟ بس راح أحطها في الصينية اللي جهزتها، وراح كمان طبعًا الصينية زي ما أنتم شايفين مجهزتها دهنتها بشوية زبدة وحطيت لها ورق زبدة، وبعدها حطيت الخليط عشان تطلع معي بكل سهولة، درجة حرارة الفرن 170 إلين تتحمر معي تقريبًا من 12 15 دقيقة تكون جاهزة. خليط الجبن عندي نص كوب من السكر بودرة، 180 جرام من الجبن الكريمي، وعندي ملعقة صغيرة من الفانيليا، أي نوع فانيليا استخدموه حتى لو كان بودرة، يعطي طعم مرة حلو لخلطة الجبن الكريمي، طبعًا هذه نفسها الخلطة بس بدون زبدة، نفسها بالضبط اللي هي خلطة السينابون، وبس راح أخلط المكونات إلين تندمج معاي مرة كويس. طبعًا تاخذ وقت شوي بين ما إنها تندمج معاي، بس النتيجة راح تكون مرة ممتازة. طيب إذا طلعت الكوكيز من الفرن راح أخليه بدرجة حرارة الغرفة إلين يصير معانا بحرارة الغرفة، طبعًا كذا صار جاهز. ما نحط الجبن الكريمي أو ما نقدمه وهو لساته حار، أو نحط الجبنة الكريمية وهو لساته حار أو لساته كمان دافي، لازم يكون يا دوبك الحرارة جدًا بسيطة أو يكون بدرجة حرارة الغرفة. هذه معلومة ترى مرة مهمة، ليش؟ لإنه راح يسيح معانا طبقة الجبن الكريمي، كذا صارت معانا جاهزة بحارة الغرفة، راح أبدأ أقدمها معاكم، طبعًا طريقة التقديم تقدرون تقدمونها بالطريقة اللي تحبون، سواء تبون تقطعونها ميني وتخلونها الجمعات، أو تبون تقدمونها كبيرة زي ما سويت أنا، ويصير كل شخص ياخذ صحن اللي القطعة حقته اللي تبون. يعني أحب مرة الوصفات اللي يكون فيها سلاسة سواء في المقادير أو كيف طريقة التقديم، حطيت الطبقة كلها كاملة وبعدها الحين طبعًا اختياري راح أبدأ أقصصها وأحط الزينة اللي نبيها، طبعًا أنا قلت اختياري قصدي على الزينة، المهم نقدر نزينها بحبات كوكوس الزنجبيل، ممكن كمان الحلوى اللي راح أوريكم إياها تزينون فيها وبس،
ممكن كمان تقطعون الحواف حقت الكوكيز الزنجبيل وتضيفونها على الوجه مع الحلويات اللي راح أوريكم إياها. يعني طريقة التقديم تعتمد على إيش أنتوا تحبون. حتى الكوكيز نقدر نحطه في قوالب ويصير لنا بأشكال إحنا يعني نفضلها. أنا زينتها بطريقة مرة سهلة، كوكيز الزنجبيل مع شوية قطع حلوى صغيرة وبس. بألف صحة وعافية عليكم، أشوفكم في فيديو قادم. منشروا هالفيديو لحبايبكم، استودعكم الله.